اشكرك على التقديمه الجميله دي، الحمد لله. بس هو في حاجه ان هو لما الناس كتبوا الكلام ليكوا انا وصلت ما شاء الله دلوقتي 136 دوله في العالم. 106 ده كتبوه اول امبارح، من اول امبارح للنهارده. لا بس هو كان بيقول على قديم، على قديم هو ده 113 قشطه. اكتر من 113 تمام. طب الناس بتقول لك حجاجوفيتش واحنا عرفنا ان اسمك اصلا احمد مدحت. الناس احمد مدحت محمد عز الدين جه حجاج. منين بقى حجاجوفيتش؟ وانا في البرازيل في بدايه سفرياتي خالص كنت اول مره في حياتي اطلع لايف على التلفزيون، فالراجل عايز اسم فاديته باسبور المصري، انت عارف بيتكتب فيه اسمك واسم باباك ومامتك وجدك وكله. فقال لي ايه كل ده؟ لا انت تبقى حجاجوفيتش. فافتكرته بيهرج، فطلع على التلفزيون كاتب حجاجوفيتش، فالناس بعديها بيسالوني بيقولوا لي هو انت ايه الدنيا يعني؟ قلت لهم، فلما سالت قال لي حجاجوفيتش معناها حجاج ذا فيكتوريوس، انت لما كنت قاعد كانت الدنيا فاهم كل الناس قاعده بتاخد منك بوزيتيف انرجي. بعديها لما قابلت رئيس البرازيل لولا دا سيلفا كتب انه حجاجوفيتش قابل الرئيس. لولا ده راجل. ايوه انا فاهم طبعا. خلاص بتقابل الرؤساء عادي انت دلوقتي. الحمد لله الحمد لله. انا لولا دا سيلفا قابلته وانا عندي 22 سنه، كنت اول رئيس جمهوريه قبله. وبعدين بعديها اتكتب حجاجوفيتش بيقابل لولا، وبعديها في الاهرام بقى والاخبار عندنا جرايد في مصر كتبوا حجاجوفيتش، فدلوقتي بقت امي وابويا بيقولوا لي حجاجوفيتش وكل الناس بتقول لي حجاجوفيتش، فقشطه يعني اسم حلو. طب انت موضوع السفر بدأ معاك ازاي اصلا؟ ابتدى وانا عندي 4 سنين وانا في برنامج اطفال وانا صغير خالص، طالع من البسين عندنا في نادي اليوبلس، وكنت ببلبص واحد بيقول لي نفسك تعمل ايه يا حبيبي لما تكبر؟ قلت له نفسي اروح اليابان. قال لي ليه اليابان؟ قلت له عشان خاطر اليابان ابعد دوله في العالم. انت عارف فكر المصريين او فكر طفل صغير ما كنتش عارف ان في بلد اسمها تونجا هي ابعد دوله في العالم عن مصر. انا رحتها بعد كده الحمد لله، لكن اليابان قلت له عايز اروح كل دوله في العالم لغايه ما اوصل اليابان. فعايز ليه عايز تروح اليابان؟ قلت له عشان العب مع مازنجر وكابتن ماجد وبتاع واركب الحوامه والشغل ده. كتبت لسه احلامي وان انا عايز اعمل كذا عايز اعمل كذا عايز اعمل كذا، ورحت مطبقها وحطيتها في مكان ما. وخلاص لما كبرت شويه وعندي 15 سنه ابتديت ان انا بجد اسافر لوحدي. فابتديت اول حاجه اروحها في حياتي كنت المانيا. رحت ما اعرفش اي حد، من غير اهلي من غير اصحابي من غير اي حاجه. كنت ده كان امتى ده احمد؟ وانا عندي 15 سنه. 15 سنه؟ فابتديت ان انا اسافر من حته لحته 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 جوه المانيا وانا مش عارف انا رايح فين. يعني انا اخد مترو مثلا زي ده اروح واخده راكبه، واول ما الاقي مثلا ناس متلميه زي كده اروح نازل المحطه اللي بعديها وراجع لهم ماشي. فمن هنا ابتديت ان انا اكسر حدودي نفسيا، ان ايه ده طب ما احنا ممكن واحد ينزل يعني انك انت كل ما تسمع عن حاجه تسمعها غلط، او الناس دايما يقول لك المان مش عارف ايه مش عارف مين. لا هتلاقي ان هو ستيريوتايبس. هتلاقي ناس بتقول حاجه ولما تروحوا هتلاقوا حاجه ثانيه مختلفه تماما. فدي حاجه من الحاجات اللي هي بيقولوا انه في اوروبا بيموتوا في المصريين واي بنت تشوفك تشبك فيك على طول. انا عايز اقول لك حاجه بس انت يمكن عشان جينا هنا ما لقيناش ولا اي حاجه. لا ليه يعني؟ عشان انت عليك مش بني، لكن انت شيك واكيد عارف. دي اشاعه في حد ذاتها. لا ليه؟ ده انا مثلا حصلت لي كذا مره شخصيا، زي بنت واقفه قاعده كده تقول لي واو يو هاف براون ايز، عينين بني، دي حاجه ايه؟ في مننا كتير في مصر. ايوه بس زي بالظبط احنا عندنا في مصر هو دايما بيقول لك ايه اللي هو مش موجود بيبقى دايما مرغوب. زي احنا عندنا في مصر بنت عينيها خضراء وشعرها اصفر، واو ايه ده حلو قوي. هم العكس يعني، هم البنات المصريين مثلا حتى لما بيطلعوا بره يقول لك زي البنات اللاتين هم في البرازيل وفي كده، لما بيطلعوا اي حته في اوروبا الناس بتهبل عليهم. فدي امال ايه موضوع تمثال الكلب هاتشكو؟ الكلب هاتشكو ده كان في اليابان، كان حاجه من الحاجات اللي انا كتبتها في لسته احلامي ان انا نفسي اروح ازوره. الكلب ده فضل مستني صاحبه في محطه القطر المفروض كان يرجع ليها 10 سنين. اتعمل فيلم كبير جدا، بس هو اتعمل فيلم غلط. اتعمل فيلم ان هو واحد امريكي وصاحبه في امريكا، لكن هو اصلا ده كان دكتور في جامعه في اليابان وكان بيرجع في اليابان. فيعني هو الفوا القصه الثانيه، بس هو في الاخر نفس المجمل، ان هو التمثال ده محطوط في ميدان شيبويا في طوكيو. اي حد في اليابان تساله هاتشكو طب يعني كان احساسك ايه لما انت كنت كاتب الموضوع ده من وانت صغير لما رحت بجد بقى وشفته؟ رحت هناك، ولو شفتوا فيديوز هتلاقوها على اليوتيوب عندي على الصفحه او على الفيسبوك على الصفحه الرسميه بتاعتي، هتلاقوا ان انا رحت هناك كان معايا لسته احلامي اللي انا كاتبها وانا عندي 14 سنه، وكنت مبسوط طحن فاهم اللي هو حاجه اكستريم واو. يعني دلوقتي 136 دول لسه بقى؟ لا لسه انا كاتب فيها حاجات بسيطه جدا، كاتب فيها انا مثلا ولا في حاجات ثانيه غير السفر؟ في حاجات ان انا اتكلم مثلا كذا لغه، ان انا بتتكلم كام لغه؟ كان خمس لغات فلوينت ما شاء الله، برتغالي واسباني وعربي وانجليزي وفرنسي. فعلى قد يعني بحاول يعني. طب انت سافرت حتت كتير جدا اصلا، اكيد سافرت بكذا طريقه، ايه اغرب طريقه سافرت بيها؟ والله بص انا عايز اقول لك حاجه، كان اغرب انا في حاجات كتير جدا. يعني مثلا القطر السيبيري لما خدته من موسكو رايح الصين، قطر 250 ساعه، انت متخيل قاعد في اوضه 250 ساعه 10 ساعات وش 10 ايام وشويه، 250 ساعه في القطر تحت الصفر بدرجه حراره وصلت في سيبيريا النيجاتيف 47. دي كانت مميته. والتواليتات جوه القطر طبعا التواليت مخرومه على البر،
المونيوم، فانت متخيل احنا قاعدين دلوقتي في 5 وانت متلج، لكن انا كنت قاعد تحت الصفر 47 وكنت عارف انت توم وجيري لما يقعد على الكرسي. بس هو القطر مش هيتد يعني مش سوري، القطر نفسه مش هيتد يعني مش ما فيهوش. القطر كنا بنقعد فيه بالايس كاب وبالكوفيات وبننام بسويترين لا كان صعب يعني، صعب جدا. ما سافرتش مشي يعني؟ السفر بالنسبه لي مش بسافر لنفسي، لان انا في بدايه سفرياتي خالص في 2007 لغايه يمكن 2010 كنت بسافر باخد صور وبتاع، وبعدين انت مفيش حد بيستفيد من حاجه زي كده. انا لو سافرت الدنيا كلها ختمت تصويري في كل حته في الدنيا ماشي، ومين استفاد؟ لكن الفكره لقيت بعد كده طب ليه ما نصورش فيديوز؟ ليه ما نصورش حاجات؟ نصور افكار جامده جدا، نشوف حاجات حلوه جدا لمصر، نشوف افكار زي مثلا هنا البايك شير، التاكسي اللي هو ماشي جنبك ده، التاكسي اللي هو بالكهرباء، مشغلين ازاي الطاقه الشمسيه في كل حاجه، بيستفيدوا ازاي بالترام القديم. يعني مثلا حاجه من الحاجات اللي الناس هنا في زغرب، لو انت شفتوا سوفينير شوبس هتلاقي ان هو علامه زغرب او المكان الحاجه السياحيه اللي موجوده في زغرب، زي احنا عندنا في مصر الاهرامات وابو الهول وبتاع، هنا تيشيرتات السياحه كلها محطوط عليها الترام بتاع زغرب، لان هو بيفتخروا جدا ان هو الترام بتاعهم القديم شغال مع المتوسط، جايين حاجه حديثه جدا، فعندهم مشغلين 3 مع بعض، ما شالوش خطوط المترو. ده احنا بنفكر فيه ان احنا ازاي نطور، ازاي نشوف حاجات غريبه، ازاي انا مثلا اكلت تعابين في الصين، واكلنا كانجروس في استراليا، واكلنا مش عارف، لازم نكسر الحدود للناس. انت حضرت 2 راس سنه؟ 2 راس سنه في تونجا. تونجا دي ابعد دوله في العالم على بيسموها ايه، الانترناشونال ديت لاين. الانترناشونال ديت لاين ده في ظهر جرينتش. هي تونجا دي عباره عن شويه جزر في المحيط الهادي تحت في الاخر خالص. لو جيتها من الشرق تبقى هي بلس 12، يعني انت عارف لما توصل من القاهره مثلا للصين فبتبقى هي زياده، انت بيزيد الساعات. لما تروح الناحيه الثانيه على نيويورك مثلا بتلاقي ان هي ناقص 6. لما تروح على هاواي هتلاقي ناقص 11. لما تروح على نيوزيلندا تحت في الشرق تبقى بلس 11. تونجا على بلس 12 وماينس 12 في نفس الوقت. فهي في نفس المكان، في نفس الجزيره، كانك قاعد في زغرب. لو طلعت براها مفيش 10 كيلو متر البحر، هو عشان جزر، بتكسب 24 ساعه. فانا كسبت 24 ساعه، حضرت راس السنه، هابي نيو يير، صباح القشطه، تمام زي الفل. وبعدين رحنا على جزيره ثانيه، لقيت الساعه يوم 31/12 لسه، وفي 24 ساعه، وفاضل مثلا كان ساعتها 20 ساعه على راس السنه. فدي كانت حاجه برضو من لسته الحاجات اللي انا كاتبها في احلامي. يعني انت كنت عايز تعملها قبل ما؟ انا كاتبها وكاتب بين قوسين ان انا اي دونت نو ان هي لو اكزيست، انا ما اعرفش ان هي دي بجد حقيقيه ولا لا، لكن لما رحت لقيت ان هي ينفع تتنفذ. انت لما سافرت البلاد دي كلها، الناس هناك حسيت نظراتها ازاي لمصر في كل؟ والله بص، عايز اقول لك حاجه، المصري كمصر دوله الناس كلها، يعني بص صعب جدا كده تروح اي حته في الدنيا ولو فين في تونجا وما يعرفوش مصر. يعني انا هناك مثلا، دي حاجه برضو اتقالت، ان انا لما رحت تونجا لقيت في المقابر عندهم هناك واحد عامل مقبرته كمسله، مع ان انا كنت اول مصر اروح هناك، بس هو الحضاره المصريه دي ملهمه لكل العالم. انت اللف الكتير اللي انت لفيته ده، ما فكرتش تعيش في حته بره مصر؟ لا مستحيل، كنت عشت. ما ينفعش. ليه بقى؟ انا عايش في القاهره عشان خاطر بلدي دي. انا عشت هناك، اهلي هناك، اصحابي هناك، حياتي كلها هناك. المصريين في السفر بيتغيروا يعني او بيتغيروا للاحسن. يعني احنا كمصريين لما بنسافر دوله بنلتزم بقوانينها جدا، مع ان احنا في مصر ما بنلتزمش خالص بالقوانين. صحيح. ده انا بكتشفها كتير جدا. هو تلاقي في مصر والعربيه واحد بيخمس وبيعمل وبيكسر ومش عارف ويرمي الزباله ومش عارف. لا طبعا، عشان عارف ان في قانون. ايوه، والقانون هيتنفذ على كله. يعني انا قدامي لما كنت هي مشكله القانون اللي ما بيتطبقش صح علينا في مصر. بس القانون اللي ما بيتطبقش صح وما بيتطبقش على كل الناس. لان وانا موجود في السويد، ملك السويد اخذ مخالفه وهو عربيته عليها التاج الملكي عشان خاطر كان مش عارف يعني كسر اشاره او عمل او عدى السرعه، واتكتبت في الجرايد وبتاع. اميره السويد فيكتوريا جايبين لها صور لو شفتوها على الانترنت، ان هي كلبها وهو ماشي في الجناين العامه هناك لما بيعمل تواليت بتلم بكيس وبتقعد تلمه عشان خاطر عارفه ان في فاين مثلا 300 كرونا سويدي لما حد يسيب التواليت بتاعه. عشان كده هتلاقي برضو هنا في زغرب حاطين في كل جناين حاطين الاكياس النايلون اللي هي بتاعت التواليت الكلاب، عشان خاطر الناس اللي الكلب بيعمل حاجه بيروح شايله. ما شاء الله خير كجبال ورمال، وعندنا الرمال بتاعتنا صحراء مش طبيعيه كسياحه بقى، جميع انواع السياحه، السياحه الثقافيه، السياحه الشاطئيه، السياحه الترفيهيه، السياحه الصحيه، السياحه يا عمي احنا التماسيح عندنا كنت لسه بتكلم التماسيح عندنا في بحيره ناصر مش عارفين نستفيد فيها ولا حاجه، ولا استفدنا بيها طبيا. لان التماسيح دي موجود منها تطلع منها يعني الناس تدفع مليارات الدولارات عشان خاطر الابحاث. انت عارف التمساح عنده اكبر مناعه في العالم،
فده كده حاجه، ولا استفدنا بيها سياحيا، ولا استفدنا فيها ان احنا سيبنا ناشونال جيوغرافيك والقنوات الثانيه اللي هي بتاعت المغامره تيجي تصور عندنا، ولا استفدنا فيها زي ما فلوريدا استفادت بكل حاجه فيها، ان باعت كيس التواليت بتاع التمساح المجفف ب $10 الكيس اللي فيه 10 جرام، فالجرام التمساح التواليت التمساح المجفف ب 18 جنيه دلوقتي يعني $1. ليه بيتباع اصلا؟ عشان بيكتب لك عليه ان هو زي الهوا ما ادي، بيتباع كده في السويد. لا بس هو في فلوريدا ليها حاجه بيقول لك ان هو ادي لاصحابك هديه عمرهم ما خدوها قبل كده. مقنعه. فكره برضه. الجو سقع قوي ولا ايه؟ انا بتريق صح. تيجوا نمشي ولا ايه؟ بص عشان يلا ننهي بقى عشان ننهي عشان بجد مش انت نورتنا ربنا استاذ يسلمك احمد والله. مدحت. انت رجعتني بالذاكره كده كتير يعني. انت واجهه مشرفه طبعا لمصر في كل ربنا حته يخليك. جدا. على الاقل بتعمل حاجات صح في السفر مش زينا. ليه يا باشا ليه؟ بس احنا كله بيستفيد من بعض خد بالك، يعني انا بقعد اتفرج على حاجاتكم وبموت من الضحك. وما عملهاش. انا خلاص انتوا عملتوها، تقعدوا تتفرجوا على حاجتي تستفيدوا فتعرفوا تعملوا حاجات حلوه قشطه، الدنيا ماشيه كله بيخرم على بعض يعني. نورتنا يا ابو حميد والله وانتوا جدا. منورينا وزغرب منوره بيكوا وبينا وكل الناس والناس الحبايب يلا بينا. موجودة.